كويس اللي انا لقيتك، انا نازل لك المساكن مخصوص يا ابني الجنيه بسبب اللي انا اخد منك 50 جنيه. قسما بالله يا اخويا انا رايح مشوار اركب مواصلات وعايز 50 جنيه منك، جاي منك ولا امشي؟ 50 جنيه يا ابو 50 جنيه، انت عامل حوارات وعامل نصبايا وحوار الماظ، تاخد مني انا 50 جنيه؟ يعني انا نازل لك المساكن مخصوص يا رجوله وفي الاخر مش هتحل معاه في 50 جنيه؟ وغلاوه امي انت لو ما جبتك 50 جنيه لاخسرك دلوقتي. حل معاه يا رجوله ب 50 جنيه، بقول لك هروح مشوار يا جدع. يابا اخوك وزه معاه فلوس ورايا، روح خدها منه 50 جنيه لسه على الله يا عم جوب. وزه؟ ابعد يلا عن وزه يا على الحلال من دين. انت لو صاحبت وزه ولا شربت حاجه كده او كده الواد ده اخويا يا، ولو ذكاء خانك وجيت مع وزه هدوس على وشك. انا ماشي يا عشان انت مش هتحل. بص في ايه طيب؟ بص في ايه طيب؟ من هنا. طب في ايه طيب؟ انتوا جايبين هنا ليه؟ عايز اعرف في ايه طيب جايبين هنا ليه؟ انا جايبك هنا عشان تجيب لي اخواتك فين هنا؟ اخواتي عاملين نصايب كتير وانا نفذهم من دماغي، ده بقالهم 4 ايام ما اعرفش هما فين اساسا. كده انت شغل من هنا وغدك ما يجي. انا ابعت رساله للرئيس الكبير وهو يكلم اخوك وانا عارف اللي هيجيبهم هنا مكاني. اللي انتوا شايفينه والله اعملوه بقى، انا كده خلاص اتدبرت عايز بسبب اخواتي. تمام يا ريس، والله كنت لسه بلغك. اخوه وصل يا ريس. هفهم عليك يا اسلام. اهو يا جو. يا ريس سليمان خد اخوك معاك اهو. ليه يا جوبا؟ هما جايبين هنا ليه يا جوبا؟ وزه الحقني يا جوبا. انت كنت عارف ان انا هجيبك يا جو. ساعة وتكون عندي. بص يا ريس، انت جيت على اكتر اخ انا بعزه وملوش في اي حاجه قسما بايمانات الله. والله العظيم يا ريس انا تعبت عقبال ما جبت لك الالماس ده قسما بايمانات الله. بس انا بتمنى يعني ايه اللي اخويا ينام في بيتنا النهارده، وانا ذنبي من عند ربنا قسما بايمانات الله. انا ما همشي ولا في كده ولا في كده يا ريس، بس كان غصب عني. انا انت ما تعلمش انا ايه اللي كان معايا يا ريس. كان من اول يا جو، بس انت محتاج ارصد.